السلام عليكم ورحمة الله. في أمرين طبعا استجدوا في إيران ربما لا يلتفت إليهما كثير من الناس. تصريح خامنئي، التصريح القذر هكذا يوصف في السياسة، وهو حديثه عن أن المواجهة ما بين الجبهة اليزيدية والجبهة الحسينية مستمرة وهي أبدية أزلية. الحديث الثاني اللي هو طرأ اليوم ويوم أمس، أن إيران تتقدم بمبادرة العودة إلى التفاوض بشأن الملف النووي. هاتان قرينتان تدللان بشكل قاطع على ما نقوله دوما بأن الحرب ذاهبة، أو الضرب بمعنى أدق، الضرب الإسرائيلي ذاهب إلى منتهى، أي ذاهب إلى الجدار. لمن سألني أنه دائما تقول الجدار، ما المقصود بها؟ أقصد بها أنها ذاهبة إلى منتهاها، إلى نهايتها، أي إلى إيران. لن تتوقف الضربات الإسرائيلية، لن تتوقف في منتصف الطريق، لا صفقات توقفها ولا تسويات أبدا. وحاولت إيران كثيرا هذا الأمر، لأن إيران ونظام الملالي المرعوب الخائف المرتجف، لأنه متيقن أن الحرب قادمة لا محالة. فخامنئي برز ليرسل رسالة غزل لإسرائيل ولأمريكا وللغرب، لكنها رسالة قذرة. يقول لهم: حربنا ليست معكم يا جماعة، حربنا هي مع العرب السنة، هي حرب مع اليزيديين، أي مع أحفاد يزيد بن معاوية. لاحظوا هذا التخلف، لاحظوا هذه الهنجوعية، لاحظوا هذه القبورية في خطاب هذا المأفون. لذلك هنا هذه رسالة حقيقة أنا أوجهها شخصيا إلى جهات متعددة. أولا أوجهها إلى الحكومات العربية التي تفكر بإعادة علاقاتها مع إيران والتعامل مع إيران بشيء من الطمأنينة وبشيء من الأمان. لا أمان لهؤلاء مطلقا، فهؤلاء كما وصفهم ولي العهد محمد بن سلمان منذ حوالي 3 سنوات بأنهم يرفعون رايات الحسين وثأر وانتقامات ما ورائية تاريخية. فكيف لنا أن نتفق مع هؤلاء؟ نعم، أعاد الإيرانيون ليذكروا العالم العربي بأننا نستهدفكم، نحن في حرب معكم. يزيد ليس موجودا اليوم، وإنما أحفاد يزيد هم الموجودون، وبالتالي سنقاتلهم. وأيضا الرسالة الثانية أوجهها إلى النخبة الفلسطينية: أما كفاكم؟ ألا ترعون؟ ألا تخجلون بتحالفكم مع إيران؟ إن كنتم من العرب السنة فهذا خامنئي قال لكم: إن حربي معكم أزلية أبدية، وأنا عدو لكم أنتم كفلسطينيين لأنكم عرب سنة. طبعا أنا أتكلم بمنطقه وليس بمنطقنا، فنحن لا نعترف بالطائفية ولا بالعنصرية، نحن دائما شعاراتنا وطنية وأكثر من وطنية وقومية أيضا. ولذلك أقول لهؤلاء بأنه آن الأوان أن تفهموا لعبة إيران. إيران تعبث بكم، إيران ليست ناصرة للقضية الفلسطينية. إيران هي التي جعلتكم تكرهون العرب وتبغضون العرب، وللأسف الشديد نجحت إيران في ماذا؟ في شتم العرب؟ لا، نجحت في جعل العرب يشتمون العرب، وذلك عندما اطمأنت أن هناك إخوان مسلمين في المنطقة العربية هم الذين يرددون صيحات إيران وشعارات إيران ضد العرب. إيران فارسية، وبالتالي القومية الفارسية هي أشد قومية عداء للعرب على الإطلاق. فما بالكم أنتم أيها الإخوان دائما تروجون المنشورات والإصدارات التي تهاجم العرب؟ هل رأيتم أمة تسب نفسها وتشتم نفسها؟ نعم، إنهم أبناء الأمة العربية، لكن من المندسين فيها من عملاء إيران. هؤلاء استأجرتهم إيران من أجل شتم الأمة العربية. ولذلك إيران وكأنها أرادت أن تقول: لسنا وحدنا اللطامين نلطم أنفسنا، فيجب على العرب أن يلطموا أنفسهم، ولكن بالسباب واللعن والشتم. يشتمون العرب من بوابة حكام العرب، وهذه أيضا فاجعة كبرى ومصيبة عظمى. ماذا تريدون؟ تريدون ثورة في السعودية أو في الإمارات؟ تريدون ثورة في مصر من أجل أن يتصدر الإخوان المسلمون الحكم ثم يسلمون البلاد من بابها لمحرابها، يسلمونها للسياحة الدينية الطائفية الشيعية، ثم بعد ذلك للقرار الإيراني فيحتلها؟ هذا الذي تريدونه؟ نعم، حقيقة هذا الذي يريدونه. أما الأمر الآخر فهو طرح إيران
للعودة للتفاوض على برنامجها النووي، هذا لتيقن الإيرانيين بأن ضربة قادمة لا محالة ضد إيران، ولا ندري توقيتها، لكن اقتراب الانتخابات الأمريكية ربما على فكرة يكون عامل تعجيل للضربة الأمريكية، وخاصة في ظل الحشود التي تتزايد يوما بعد يوم في عرض المتوسط والأحمر والخليج العربي.